ممكن يأدي في المكان ده مصطفى طلعت من اللعيبه اللي عندها المرونه التكتيكيه، رغم ان هو بيلعب ديفندر في وسط الملعب او لاعب وسط ارتجاز. طلعت نشوف التسديده جامده، جول جول جول، حلوه حلوه حلوه. كريم ندفد، ايه يا ابن الجمال ده، مدفع من كريم ندفد، يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه حلوه حلوه. وكل الجهاز الفني للنادي الاهلي هي دي المفاجاه الهجوميه اللي بنتكلم عليها. كريم 1-0 مع الدقيقه 19. عصام الحضري اللي طلع مرتين من 5 دقايق، انما بقى ما قدرش في التسديده الصعبه. بص من الاول بقى الحكايه، هي الركنيه اتعملت، طلع الدفاع من على القايم القريب، انما مستنيها كريم ندفد. يا ولد يا لعيب، تفرق معاه كتير بعد ما اداله الثقه النهارده حسام البدري، وبدا بيه من اول 90 دقيقه. حط واحده على شمال الحضري، يا على الكوره، هي دي الكوره. كريم ندفد صاحب ال 22 سنه، الحضري 43 سنه، يعني كان بدأ في النادي الاهلي ولسه كريم بيحبس مدرسه الكوره، انما هي دي الكوره اللي حيرتنا وجننتنا. الاحمر هي التسديد من خارج منطقه الجزاء، ادى ايه، ركله جزاء يديها على طول محمود بسيوني وسط اعتراضات لعبد الله السعيد وعاشور. انما هنشوف اللعبه من الاول ونحكي بقى حكايه ركله الجزاء. بيقول لمسه يد وركله جزاء، شريف اكرامي مع عاشور وعبد الله السعيد، وادي اللعبه مؤمن زكريا ومن وراه عبد الله السعيد. ادي اللعبه، هل في كتف عبد الله السعيد هتبان اللعبه، ومؤمن زكريا اللي كان قدامه ورايح هو بيقول له الكره في كتفي. اشارات عبد الله السعيد وكل لعيبه النادي الاهلي. حكم الزمالك عايز مننا ايه؟ انما بسيوني، ادي اللعبه، ادي مؤمن زكريا وادي الكره في عبد الله السعيد. مش هنتكلم، الجماهير بتزعل، لو قلنا ركله جزاء هيزعلوا، لو قلنا ما فيهاش حاجه بيزعلوا، انما خلاص الصوره لا تكذب ولا تتجمل، والاستوديو هيتكلم عليها اكتر مننا، والجمهور خلاص قال حكمه، والحكم بياخد القرار في جزء من ثانيه. ركله جزاء لوادي دجله بعد 8 دقايق لعب من الشوط الثاني، بعد العرضيه اللي اتعامل معها عبد الله السعيد وحسام البدري اللي لسه كان بيفكر ازاي هيغير من طريقته في ال 30 متر الاخيره. هنشوف كده مصطفى جلال ولا مين اللي هيسدد. حوار مع شريف اكرامي، وصلنا للدقيقه 54، الدقيقه 9 من الشوط الثاني، بقرار من محمود بسيوني بركله جزاء لوادي دجله. تتلعب الكره، جول. الهدف الاول عن طريق مصطفى جلال، حطها حلوه في منتهى الجمال. قايم الكابتن فكري صالح هو مدرب حراس المرمى، وتشجيع من جماهير ومتابعي الاحمر في المدرجات بعد ركله الجزاء اللي سجلها مصطفى جلال. انما اللقاء هيتغير تماما الوقت اللي جاي، سواء من هنا او من هنا. 1-1. عبد الله اللي كان ارتد في اللعبه من اولها وشال الهجمه وراحت لضربه ركنيه، انما اصطدمت فيه والحكم شايف انها جت في ايده. وركله الجزاء اللي حطها في منتهى الجمال والروعه مصطفى جلال. بيتكلم حسام البدري مع بسيوني، حسام البدري وسيد عبد الحفيظ، جهاز الفني الكابتن سعيد احمد، وادي الكابتن طارق سليمان على الكره واللعبه. طبعا عايزين كل المدربين، كل المديرين الفنيين، اهل الزمالك، كله يبقى عنده انضباط انفعالي، حتى لو القرار انت شايف ان هو مش سليم او الحكم جه على فرقتك. انما حسام البدري الراجل بيقول يعني الكرة ما فيهاش اي حاجة، هو الجهاز الفني شايف كده، احنا تابعنا. تلم من جديد في الجبهة اليمين، عاشور يفتح الملعب، الانطلاقة خطير، فتحي عرضية حلوة، جول. مؤمن زكريا منتهى الجمال والروعة. مؤمن بتاع الاجوان، مؤمن بطعم العرضيات، يسجل الهدف الثاني. دقيقة 58. لقاء حلو يا جماعة، الاجوان تمتعك، الاجوان تحل اللقاء. انما احمد فتحي عمل انطلاقه ايه، وعمل عرضيه ايه، وتحرك مثالي من مؤمن زكريا عشان يفوق نفسه ويفوق جماهيره باول اهدافه في الدوري. 2-1 للنادي الاهلي. عرضيه وجمله متحركه غابت كتير عن الشوط الاول. ادي عبد الله السعيد التمريره، التحرك والخدمات الهجوميه اللي قدمها فتحي بكل مثاليه، عرضيه في منتهى الروعه، يسجل منها مؤمن زكريا الهدف
الثاني. 2-1 مؤمن زكريا مع الدقيقة 58، وكان عدل النتيجة مصطفى جلال في الدقيقة 54 من ضربة جزاء. ادي مؤمن هداف الاهلي الموسم اللي فات بمشاركة ايفونا، اللي 2 سجلوا 24 جون، 12 لايفونا.